نصيحة يا بنت الوجه الله، اوعى تتجوز واحد مش شغال. في نوعية كده اخويا من الرجالة ما بتحبش الشغل ولا المشغلة، بتحب كده تقعد تروق دماغها في البيت طول ما مراته شغالة، ها، وجايله فلوس من بره، فخلاص ايه اللي يتعب هو ينزل يشتغل يا اخويا؟ ها، تصحى اخويا على العصر انت براحتك، ايه اللي يتعبك انت وتنزل في الولع والنار انت تنزل تشتغل يا اخويا؟ مش مراتك شغالة وطالع عينيها بره، جايبه لك الدخان بتاعك يا اخويا، وجايبه لك اللبس وانت كنت بتقعد يا اخويا على القهوه برضه بتديك مصاريفك. ايه اللي يتعبك انت ويزنقك انت في الزحمه؟ انت اصحى يا اخويا براحتك وروق دماغك. بس انت بيصعب عليك يا اخويا لما بتصحى في العصر وما بتلاقيش لقمه. معلش يا اخويا، طب ما مراتك يا اخويا لسه ما جاتش من الشغل، ها، انت اصحى كنت هتغسل لك شويه مواعين ولا حاجه عقبال ما تجيلك، هتعمل اي حاجه. واللي يغيظك بقى لما يقول لمراته انا نازل ادور على شغلانه، وينزل يشتغل له يومين ثلاثه ويقول لمراته دي شغلانه مقرف انا مش هنزل اشتغل تاني. هو يا اخت دلوقتي خد على الراحه، خد على الراحه والبرطع يا اخت في البيت، وانت اللي بتشتغل ويطلع عينك، فانت لازم تجيبي له قرشين عشان يروق جوه دماغه. هو مش فاضي هو ان ينزل يدور على شغل، هو يدور على شغل ليه؟ واللي يتعب هو عشان يدور على شغل؟ هو كده مرتاح في فلوس جايه له من بره، مرتاح الراجل. انت عايزه تتعبيه يا اختي وتخليه يدور على شغل؟ ما ده خلاص خد على الراحه، هيفضل طول حياته كده يا اختي. عارف يا اخويا لو انت ومراتك شغالين انا مش هتكلم ولا افتح بوقي، لكن انت تبقى قاعد في البيت وتخلي مراتك هي اللي تنزل تشتغل، يبقى انت ما عندكش احساس ولا عندك دم ولا عندك رجوله يا بعيد. وتيجي بقى للكارثه التانيه لما تلاقي ولا هي ولا هو شغالين. طب يا اخويا دول بيجيبوا فلوس منين؟ قال لك امه بتديله، قال لك اللي امه بتديله احسن من اللي امه بتدعيله، في المثل ده يعني غير ده، ده غير ده يا اخويا. ها، امه بتديله يا اخويا، مراته عايزه فستان يقول لامه يامي مراتي عايزه فستان يا ام الدين عشان اجيب لها يا ام. طب يا ام مراتي عايزه تاكل جبنه رومي يا ام. طب مراتي يا ام عايزه تتفسح اديني فلوس يا ام. ازاي يا جدعان امه تصرف عليه؟ يا ابن امك لو لقيتك في زنقه واديت لك مفيش مشكله، لكن هتفضل تصرف عليك طول حياتها وانت واحده ملزومه منك وبتاخد اوامرها من امك. يعني لو امك قالت لا يبقى لا، مش هنجيب. ما انت ما معكش فلوس، ما انت كل ما بتعوز حاجة بتقول لامك اديني. طب ما تنزل يا ابني تدور على شغلانة يا ابني، ما تنزل يا ابني ان شاء الله تشيل اسمنت على قلبك يا ابني، بس اشتغل يا ابني، ما تسيبش مراتك كده يا ابني غلط. نصيحة يا بنت الوجه الله، اوعى تتجوز واحد مش شغال.